ده اكتر عالم شبهنا، مشاكل اغلبها مادية، غلطات بتدفع تمنها وانت حتى ما ارتكبتهاش، احلام بتتدمر وانت مش في ايدك اي حاجة. نورت يا عادل. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده معانا اهم مسلسل في رمضان لحد دلوقتي وهو عين سحريه. وطبعا عين سحريه بطوله عصام عمر وباسم سمره، وجود الاثنين دول بيخليك ضامن ان المسلسل ده عمره ما هيخيش، على الاقل لو ما كانش عبقري في كتابته هيبقى مميز في الاداءات التمثيليه. ولكن المسلسل ده فيه كل حاجه حرفيا. هحاول اسيطر على حماسي وكالعاده نبدا بالقصه. المسلسل بيتكلم عن اتنين بيقرروا يتابعوا المجرمين الكبار ويصوروهم وهم بيعملوا حاجات ضد القانون، تجارة آثار، لحمة فاسدة وهكذا، وبيهددوهم طبعا ان هم هينشروا الفيديوهات دي لو ما ادوهمش فلوس، وبعد ما بيدوهم الفلوس بيبلغوا عنهم كأي بطل خارق. فهل هينجحوا في خطتهم ولا هيفشلوا والدنيا هتبوظ؟ كل مرة بنرتب شغلنا وننجز المهمة من غير ما حد يحس بينا، فجأة يسيبني ويمشي يبعد عني. مبدئيا في الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو ده نزل 8 حلقات، 8 حلقات مميزين، 8 حلقات كل حلقة فيها احداث حلوة جدا، كل حلقة مميزة عن الحلقة اللي قبلها، فانا عجبني المسلسل جدا. نبتدي بعالم المسلسل ده. اكتر عالم شبهنا في كل المسلسلات اللي بتتعرض دلوقتي، عالم مش غريب عليك قوي، عارفه بكل تفاصيله، مشاكل اغلبها مادية، احلام بتتدمر، وعالم بتدفع ثمن غلطات ما ارتكبتهاش. يعني عالم مش صعب انك انت تتخيله، ولكن صعب جدا انك انت ترسمه، لان الناس عارفاه بكل تفاصيله. لو تفصيلة واحدة خيشت منك الناس مش هترحمك. وده العبقري في المسلسل، ان هو عامل العالم ده بكل تفاصيله، بكل عبقريته، بكل حزنه، بكل كآبته. عالم شبهنا، عالم حلو جدا طول ما هو على شاشة التلفزيون. وجود عصام عمر دايما بيدي تحديات الشباب، دايما بيدي وجهة نظر الشباب، دايما بيدي رؤية الشباب، احساس الشباب بشكل او باخر من ضياع احلامهم لمحاولة تحقيق اي شيء. ده بالنسبة للعالم والقصة. لو جيت بقى للاداءات التمثيلية، فعصام عمر وباسم سمرة وجودهم على الشاشة وحده كفاية، ومع ذلك ده ما خلاهمش يستسهلوا. الاتنين بيجتهدوا جدا، الاتنين بيحاولوا يأدوا في كل مشهد بيظهروا فيه، الاتنين ليهم مشاهد مؤثرة جدا، الاتنين ليهم احتكاكات عاطفية ودرامية مع أطراف مختلفة عبقرية. فهتلاقي باسم سمرة عنده مشاهد مؤثرة كتير جدا مع بنته، واللي بيسقطها أحيانا على عصام عمر وبيجمع ما بينهم مشاهد درامية عبقرية. وعصام عمر عنده مشاهد عبقرية مع أمه، وعنده مشاهد عبقرية مع أخوه، وطبعا باسم سمرة، لأن من كتر ما علاقتهم مع بعض معقدة أحيانا باسم سمرة بيعامل عصام عمر زي ابنه وبيسقط عليه كل مشاكله الحياتيه، واحيانا عصام عمر بيعامل باسم سمره زي ابوه وبيسقط عليه كل مشاكله وكل العنف اللي تعرض له في حياته. عشان نمشيها ابنه واب، هنمشيها شغل المصالح. أنا مش محتاج حد، أنا مش ابنك. قد يبدو للعين الغير مدربه ان دول بس الاداءات التمثيليه المميزه، ولكن كل حد على الشاشه عامل اداءات تمثيليه مميزه جدا. من اول عصام عمر، سما ابراهيم، واللي عامله دور حلو جدا، مؤثر، حنين، عطوف، كل حاجه ليها علاقه بالام عاملاها عبقريه. لاخوه واللي بينافس على اكتر شخصيه مستفزه في رمضان السنه دي، الواد عمل كميه مصايب في 3 حلقات، عبقري ومجتهد جدا. الدكتوره البيطريه، وطبعا بنت باسم سمرة، كل دول وجودهم على الشاشة مكمل التحفة اللي احنا بنشوفها دي، مخليك متعاطف مع كل الشخصيات، مخليك مرتبط بكل الشخصيات، كل شخصية بشكل او باخر ليها ماضي، وكل شخصية تقدر ترتبط بيها سواء على الجانب الدرامي او الجانب العاطفي. وطبعا في شخصية مميزة جدا على جانب مختلف تماما وهو توحة. ده بقى في الجانب الكوميدي لوحده مش محتاج اسيستات، هو بيأسست نفسه وبيجيب اجوان وبيعمل كل حاجة بطريقة عبقرية جدا. هو جانب تخفيف الدراما بكل تفاصيله، قادر يطلع لك نكتة من اكتر مشهد درامي مؤثر حزين في الدنيا من غير ما يبوظ لك رتم الدراما، ومع ذلك يخليك مقتول ضحك. وطبعا عامل الصداقة ما بينه وما بين عصام عمر عبقري. دول الصحاب بتفاصيلهم، كل تفاصيلهم موجودة في المشاهد اللي ما بينهم، حاجة مؤثرة، كوميدية، فن، فيها كل حاجة لذيذة في الدنيا. لو جينا بقى للسياق والأحداث فحدث ولا حرج. ده أكتر مسلسل تعرف في كل حلقة تعد كمية الأحداث اللي حصلت، كمية الأسئلة اللي اتطرحت، كمية الأسئلة اللي جاوبوا عليها. مسلسل في كل حلقة بنتقدم خطوة وبنطرح أسئلة جديدة. قد يبدو الموضوع ده عادي، ولكن صدقني في مسلسلات رمضان السنة دي الموضوع ده نادر جدا. نادر انك انت تلاقي احداث، ما بالك ان كل حلقة احداث، كل حلقة بتجاوب على اسئلة، كل حلقة بتطرح اسئلة جديدة. المسلسل ماشي بسلم، كل حلقة بيطلع خطوة بمنتهى السلاسة. عبقرية فكرة التسلسلات، فكرة ان في اسئلة من الحلقة الاولى ما تجاوبش عليها، وفي اسئلة بتطرح كل حلقة جديدة، وفي اجابات بتتقدم مع كل حلقة.
كل ده رتم عبقري. كوجهة نظر شخصية، لو مسلسل حكاية نرجس ما قدمش حاجة عبقرية، المسلسل ده هيفضل أحسن مسلسل في رمضان السنة دي. وطبعا لو ما خيش في آخر 7 حلقات، ولو إن أشك. لو جينا نتكلم على أكتر مشاهد عجبني جدا مشهد الصدام ما بين عصام عمر وباسم سمرة، أما ده كان بيتكلم ده على إنه ابنه وده كان بيتكلم ده على إنه أبوه. عبقري عبقري بكل تفاصيله، بأداءاته التمثيلية، بكل حاجة فيه. بس انا مظلوم، انت مصدقني؟ وطبعا المشهد اللي حببنا في المسلسل من اول حلقة، مشهد رفض عصام عمر من ابو خطيبته. الاحلام وهي بتتدمر، انت بتشوف مشهد الاحلام وهي بتتدمر بكل تفاصيلها. مشهد عبقري، من اكتر المشاهد القريبة لقلبي في الدنيا. طبعا محتاجين نتكلم عن اداءات باسم سمرة في مشاهده مع بنته بكل تفاصيلها. الحزن، الحسرة، الندم، احساس انك انت عايز توصل لحاجة ومش عارف وخايف. في 100 شعور في اداءات باسم سمرة في المشاهد دي، كلهم بيلمسوك بمنتهى السهولة، كلهم بتتعاطف معاهم، كلهم قادر تشوفهم من منظوره هو. عارف ان انا بطبل شويتين، ولكن انا حبيت المسلسل جدا. وطبعا مشاهد توحة بكل تفاصيلها. انا وصلت لمرحلة مع شخصية توحة ان لما بيجي سيرته بضحك من غير، يعني هو لو بيتكلم على توحة وتوحة مش ظاهر في المشهد اصلا انا هضحك. كل تفاصيله، طريقة كلامه بقى بذكائه الخارج ده، بكل تفاصيله رهيب. شخصية مرسومة حلو جدا، مكتوبة حلو جدا، كوميدية لأقصى حد. يعني شخصية وهم بيتكلموا عنها بس تضحكك. أخيرا بالنسبة للسلبيات، ما بحبش أتكلم على السلبيات قوي لحد ما المسلسل يخلص، فللأسف هخليكم تستنوا ل7 حلقات كمان. ولكن أكتر سلبية الناس اتكلمت عليها هي الإضاءة، وما أقدرش أقول حاجة في النقطة دي لأنها نقطة واضحة بكل تفاصيلها. ولكن انتوا لو شفتوا باقي مسلسلات رمضان هتقولوا الحمد لله إن هي جت على قد كده. فعندنا اضاءه بس، فانا تمام لحد دلوقتي يعني. اخيرا قول لي ايه مسلسلك المفضل لحد دلوقتي في رمضان. قول لي ايه رايك في المسلسل ده في رمضان. لو عجبك اللي احنا قلناه دوس لايك، اشترك في القناه وشغل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. في الفيديوهات القديمه يمكن حاجه تعجبك. سلام.